سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل التي نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. جهود لضمان توثيق الممتلكات، دعم المقدم لمعاقي الحرب يحقق نتائج ملموسة في عنسبة، جهود لمكافحة العادات الضارة في فورتساوا، نزوح عشرات الآلاف من سكان أفريقيا الوسطى إلى الدول المجاورة، روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة، كورونا يتسبب في تراجع متوسط أعمار الأمريكيين. أهلا بكم من التفاصيل. قال المدير العام لقسم السجل العقاري السيد هبت ميكائيل والدقرقش أن القسم الذي تشرف عليه وزارة الأراضي والمياه والبيئة يقوم بجهود مقدرة لحفظ وثائق الملكية، وأوضح بأن الهدف الأساسي للقسم العمل بموجب المرسوم رقم 1997.95 لتسجيل الممتلكات الثابتة والنقل القانوني لها بالبيع والوراثة والهبة وغيرها، والحقوق والواجبات المرتبطة بها، والممتلكات الحكومية الثابتة والأراضي المحجوزة للأعمال الحكومية، وكذلك تأمين قانونية وتسجيل الأراضي المقدمة بالملكية الخاصة طيسة، وحق استخدام الأراضي للزراعة، وحق الإيجار وتقديم الرخص لها. ذكر المسؤول أن التسجيل يتم بالخرائط ومساحة الملكية وحدودها وبطريقة سهلة وسريعة للزبائن باستخدام الأنظمة المتطورة ووسيلة تضمن النقل الآمن للممتلكات بالاتفاقات القانونية. ويعمل القسم على تقديم تعريف قانوني للملكية وتأمين حق استخدام الأراضي لتشجيع الاستثمار وحل الخلافات على الأراضي والممتلكات والتقليل من الفساد المصاحب له، وتقديم معلومات إحصائية للمساعدة في التخطيط والسياسات والاستفادة من السجلات لخدمة القروض البنكية والضمانات، بالإضافة إلى تقديم المعلومات للمشترين بشأن وضعية الملكية. وأشار إلى تسجيل أكثر من 25,000 من الأراضي والزراعة النقدية والمنازل بأرقام تعريفية جديدة، وإدخال أساليب حفظ السجلات المتطورة لتسهيل العمل وإكمال سجل المباني المشيدة بعد الاستغلال باستثناء إقليم القاشبركة. وقال المسؤول أن العمل المستقبلي يستهدف تسجيل أراضي الزراعة النقدية والمنازل وتعريف الشعب والمؤسسات الحكومية بالسجل العقاري، وجعل معلومات السجل العقاري كتابة وصورة وحفظها رقميا. وتشير وثائق قسم السجل العقاري إلى أن نظام السجل العقاري في إريتريا بدأ في مصوى منذ العام 1888. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لتحسين الحياة المعيشية لمعاقي الحرب والاعتماد على ذاتهم، وضح بأن الدعم والقروض بدون الفوائد في إقليم عنسبة ظل يحقق نتائجا جيدة. وأوضح مسؤول فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد شمولي والدقرقش أن 20 مليون من أصل 28 مليون قدمت خلال الأعوام الماضية لأعضاء جمعية معاقي الحرب في الإقليم تم الاستفادة منها بشكل جيد. وأشار السيد شمولي لأن البرنامج هو جزء من الدعم الجاري لاعتماد المعاقين على ذاتهم بإنشاء مؤسسات تجارية، وكذلك العمل في القطاع الزراعي وتربية المواشي. وذكر عن تغطية منصرفات صحية للأعضاء بنسبة ما بين 70 إلى 100%، ودعمهم بمعدات لازمة. وفي فترة انتشار وباء كورونا وجد أعضاء الجمعية المحتاجين دعما ماليا ما قيمة 760 ألف نغفة، فيما قدم العام الماضي 68 من الضأن و18 من الأبقار ل 86 معاق في مديرية عتكليزان وحلحل وضحية ملبسو. وأوضح أهم برنامج هذا العام لتقوية تأطير المعاقين وتقديم القروض على شكل مواشي وإنشاء الأطراف التي تقدم الخدمات للمعاقين في مدينة كرن. وتضم جمعية معاقي الحرب في إقليم عنسبة 2164 عضوا، بينهم 337 عضوا. في غضون ذلك أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن المواطن المقيم في كندا السيد
زمد برهان الرسوم تورع ب 65250 نقفة للمعاقين الذين يتلقون الرعاية في معسكر دندن. حققت جهود مكافحة العادات الضارة في مديرية فورت سوا نتائجا مشجعة. وقال مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض هيلا حيالوم أن أنشطة التوعية التي يقوم بها الكادر الصحي والجهات الحكومية رفعت من استخدام المؤسسات الصحية ومكن من السيطرة على الأمراض خاصة التي تصيب الأمهات والأطفال. وأشار إلى حصول سكان المناطق البعيدة على الخدمات الصحية من خلال الممرضين المتجولين ووكلاء الصحة في القرى. ودعا الممرض هايلي المواطنين لاتباع إرشادات الكادر الصحي وتطبيق وسائل مكافحة الملاريا والمساهمة في بناء غرف انتظار الحوامل. أفاد سكان منطقة لابا بمديرية نغفة بإقليم شمال البحر الأحمر بأن تجمعهم في مكان مركزي أنشئت فيه مؤسسات الخدمات الاجتماعية ساهم في انتقالهم من حياة الترحال إلى وضعية الاستقرار. وأوضحوا الوكالة الأنباء الإترية أنهم كانوا يتنقلون إلى مختلف الأماكن ويواجهون شتى المشاكل في تعليم أبنائهم ومعالجة مرضاهم والحصول على مياه الشرب الصالحة، لكنهم في الوقت الحالي ظلوا يحصلون على خدمات صحية وتعليمية ومياه شرب نظيفة ويعيشون حياة كريمة. أضافوا قائلين أن منح الاهتمام للمناطق أدى إلى بناء نقاط صحية ومدارس ابتدائية ومتوسطة و6 حفائر كمصدر مياه شرب للإنسان والمواشي. سيداتي سادتي، نتوقف مع الفاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلن الممثل الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفريقيا عن نزوح نحو 60,000 شخص من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى إلى البلدان المجاورة هربا من العنف الذي بدأ خلال الانتخابات العامة في أواخر ديسمبر. وبحسب ممثل المفوضية وصل حوالي 50,000 مواطن إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية هربا من الانتهاكات الإرهابية من قبل الجماعات المسلحة، مشددا في الوقت ذاته على أن المفوضية تدعو جميع الأطراف إلى العودة الفورية إلى حوار هادف وإحراز تقدم نحو السلام. وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى انتخابات الرئيس ونواب البرلمان. وفقا للجنة الوطنية للانتخابات فاز رئيس الدولة الحالي توديرو بنسبة 53.9% من الأصوات، ومن المزمع إعلان النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الدستورية. أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة التي أبرمت في العام 1992 بعد أن قادرتها الولايات المتحدة من جانب الواحد العام الماضي. وشدت الخارجية الروسية في بيان لها وردته قناة روسيا اليوم الإخبارية على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في 22 من نوفمبر الماضي جاء بزراعه واهية، مؤكدة أن ذلك نسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاق وألحق أضرارا كبيرة بفعاليتها وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة. وتسمح اتفاقية السماء المفتوحة التي تضم أكثر من 30 دولة بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها. أظهرت بيانات دراسة علمية أن متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة الذي ارتفع العام الماضي قد يشهد في عام 2020 أكبر قدر من الانخفاض، وذلك بأكثر من عام
إذ أصبح فيروس كورونا ثالث سبب رئيسي للوفاة في البلاد. وأشارت الدراسة إلى أن وباء كوفيد-19 عمل على تقليل متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة في العام 2020 بمقدار 1.13 عاما، مع حدوث عدد غير متناسب من الوفيات بين السكان السود واللاتينيين، حيث تصدر البيانات ارتفاعا واضحا في معدل الوفيات مع انتشار الوباء في البلاد. وتستند هذه التقديرات إلى جميع سجلات الوفيات التي تم فحصها من قبل المركز الوطني للإحصاءات الصحية اعتبارا من 27 من نوفمبر 2020. وغير بعيد عن صحة الإنسان، أصبح رجل أيسلندي أول مريض تزرع له كتفان وذراعان خلال عملية جراحية في ليون شرقي فرنسا، وفقا لمؤسسة أوسبيس سيفيل دي ليون. واستغرقت عملية الزرع المزدوجة التي أجريت في مستشفى إدوارد إيرو 15 ساعة، وتطلبت حشد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة، وفق ما أوضح المركز في بيان. وأضاف أن هذه العملية هي الأولى من نوعها عالميا، إذ أن عملية زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين. وأشار عدد من تقارير وسائل الإعلام المحلية أن ذراعي المريض بترتا عندما كان في 26 بعد تعرضه للصعق بالكهرباء على خط توتر عالي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد الملتقى، في أمان الله وحفظه.